بسم الله ما شاء الله، جميل جدا، تحفة، روعة، مش محتاج لشعر لان مكوناته موجوده في بيتك، وفي نفس الوقت بتحل بيه مشكلتك لو عندك غساله عاديه، بتحل بيه مشكلتك لو ما عندكش صابون سائل تغسلي مواعينك، بتحل بيه مشكلتك تصبني رخامتك بوتاجازك اهو. يعني مسكت الحته اللي بنت فرفتتها اهي في الطبقه اهي، شايفين الرغوه؟ ما تفرقش عن الصابون السائل حاجه خالص. تعال نشوف الطريقه الجميله دي مع بعض الحلوه دي. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض صابون الصلب، وعايز اقول لكم على حاجه، سواء صابون صلب او بلدي او بريحه او صلايت او اي نوع من الصابون، القواعد واحده. احنا بس الفرق اللي بيتضاف زياده، في ناس بتدخل سمنه في اعمال الصابون اللي هو ايه، انواع صابون تاني يعني، وفي ناس بتدخل دهن البقر في اعمال الصابون ابو ريحه، وكل شيخ وليه طريقه. وفي طبعا احنا بنتبع حاجه للوش وللشعر والكلام ده كله، بندلعها بالجريسلين وبالشامبو وبالمش عارفه ايه وبالمبصر ايه، وبنزود عليها شويه حاجات. يعني الفكره مش بعيده عن بعضها. احنا النهارده هنعمل صابون اللي هو تنظيف، عارفينه؟ الصابون اللي هو بتاع قواعد البيت. لو ما عندكيش صابون مواعين تغسلي بيه مواعين، لو حابه تغسلي هدوم على ايديكي او في غساله عاديه تغسلي برضه. بالمناسبه اللي بضيفه ده البوتاص، القشور او البوتاص او الصودا الكاويه، على حسب كل بلد عربي بتسميها اسم. دول بالظبط كنت جايبهم ب5 جنيه بس من فتره، من حوالي شهرين ثلاثه، حوالي شهرين قبل رمضان بشويه. هو البطاطس غالي طبعا، والناس مش غالي دلوقتي، بس دول في اللي بيحط 50 جرام كده ب5 جنيه، كان ولا عارفه ب7 جنيه والله ما فاكره، بس اعتقد كانت 5. انا دلوقتي حوالي كوبايه من البطاطس، كوبايه معياريه. خلي بالكم من الحته اللي اتحطت دي، كان فيه الحته دي حته ماسكه كده واخده نص الكوبايه، يعني ايه مش ما كانتش مليانه كده، دي النص، يعني كده كوبايه معياريه. تمام كده كوبايه اللي هي المج اللي في كل بيت اللي ما عندهاش المعايير. وكنت سالقه، عارفين قشور الليمون والبرتقال والسفند لو عندك، الليمون الايطاليا ده، الليمون الحلو ده والليمون العادي القشور بتاعته. وبصراحه كان عندي كام ليمونه يعني ضاربين كده، رميت الضرب وخدت السليم منه قطعتها كده وحطيتها في الايه، في الميه وانا بسلق الحاجه يعني. فيعتبر كده هنعمله النهارده ان شاء الله بقوه الليمون والبرتقال كمان اهو، شوف برتقال. خدت بس مج من الميه بتاعته، ولو احتجت تاني خلاص مفيش مشكله ممكن احط اهو المج اللي هو المعياري ال 240 مللي اللي في كل بيت. بس اتمنى تدعموني بقى باللايك والشير، عشان انتوا كده بنزل لكم احلى الفيديوهات واحلى الوصفات ومش معبرين. انا الصابون الحته ده ما عملتوش بقالي اكتر من سنه، عملته مره في الصيف بالمناسبه. خلي بالكم ما تعملوش في الصيف، حاولوا تلبسوا برضو ايه يا جماعه في ايديكم قفازات او القفازات اللي هو جوانتي او كمامه في، عشان بس اللي بتاع ده مؤذي قوي، خلي بالكم. بس البوتاص ده ما يتفتحش الا واحنا شغالين بس، لان لو اتفتح واتركن كده مفتوح مش هيبقى له اي فايده خالص. انا حاطاه في حوالي 3 4 اكياس، مش عايز اقول لكم بقى لي سنه عندي وشغاله بيه وسليم. في نوع بقى يعني قصدي في شويه بقى له سنه، اللي كان في الكيس اللي هو جايب 5 جنيه ده لسه جاي قريب، فاستخدمت من ده ومن ده اللي هو مفعول اقوى هيشتغل معايا. وبكده اكون انا خلاص دوبت البطاص. واللي حابه ريحه الليمون وريحه البرتقال جامده الصابون، ممكن نضيف شويه تاني بعد الايه واحنا شغالين، او بمعنى اصح تدوبه في 3 4 معالق ميه ولا ربع كوبايه ميه، وتخلي ميه الليمون والفواكه ديت اللي ايه واحنا شغالين، اللي ايه اللي تحبوه اعملوه. تمام كده هنستبعدها على جنب.
في اللي بيقول لي انت بتشرحي جامد قوي لدرجه بتزهقي الناس. انا زهق، انا بقول لهم الحاجه بالتفاصيل. انا زهقهم ليه؟ انا اتمنى اكون ضيفه خفيفه عليهم مش تقيله. انا عندي هنا كوبايه معياريه من الميه اهي، قصدي الزيت. الميه خدت عقلي. الزيت لو حابين تصفوها بفردة شراب عشان ما يبقاش فيها ولا اي حاجه، ولا حتى بقسماط الصغنن خالص ده، ولا حاجه قد النمله حتى، براحتكم. انا عشان المصفى ضيقه فصفيته في المصفى، واللي هضيفه ده والباقي اللي هكمل بيه ده مصفيه قبل كده اصلا. زيت مستعمل، وكل ما كان الزيت مستعمل اكتر كل ما بيدي نتيجه احلى للصابون. اهو زي ما انتم شايفين ده مفيش حاجه، مفيش غير الكوبايه اللي الاولانيه، والمقادير كلها هقولها لكم عليها ورا بعضها حالا. اصل مقاديرنا مش كبير، مش كتير يعني. كده 3 كوبايات من اللي هي الزيت. خلي بالكم استعمل افضل لو زيت نضيف، يبقى هيغيب معاك شويه في التقليب وعلى ما يربط. لو مستعمل بيبقى اسرع. كده تقريبا معايا 4 كوبايات الا ربع، يعني داخلين على كيلو. طيب انا ممكن اجيب شويه من الازازه، ده هو زيت التومين، واقفله الكيلو. شويه قد ايه؟ من الطاسه او من الازازه، حاجه بسيطه خالص، ربع كوبايه. المهم لو عايزين ندوب السكر في الاول براحتكم قبل البطاطس. دي نص كوبايه من السكر، ولازم ندوب السكر كويس جدا يبقى شغلنا صح. خلي بالكم الحقوا اعملوا الصابون والدنيا لسه مش حر، لان انا عملته في مره الجو حر جامد قوي على اللي جرالي النهارده. لا عادي كان شغال مفيش مشكله، والصابون مفيش اي عيب، بس يعني مسك بصعوبه، غاب وقت طويل قوي على ما مسك، لان الجو كان حر نار وما ينفعش تدخله تلاجة، لازم الجو الطبيعي هو اللي يخليه يمسك. فده اللي خلاني هو الصابون حتت ايا كان نوعه، يعني في الصيف، قصدي في الشتاء. الدنيا الحكايه في الشتاء، قصدي في البرد معنى صح. الا اذا كان اللي عندها تكييف شغال في شقتها، يعني يالها بقى دي اللي عندها تكييف شغال عادي صيف شتاء مش فارقه معاها تعمل، ولا بلكونه ولا يهمها. كمان شايفين اللون اتغير خالص، البطاطس غير لون المكونات خالص. خلي بالكم اللي ما عندهاش جهد او مجهود انها تقلب كتير، او ما عندهاش صبر، ممكن يا بالهاند بلندر يا بالمضرب العادي. مش عايزه اقول لكم خلاط عشان المكونات لو تقلت ممكن تحرق لكم، الخلاط ممكن يبوظ معنى صح. فعجان، بس احنا بنخاف على حله العجان مش اكتر. انا بشتغل، لو تلاحظوا ان انا ماسكه طبق قديم وعم اعمل فيه عشان جربوا حاجه مفيش مشكله. شايفين المكونات ربطت بالسهوله دي، انا مش عايزاها تربط بالسرعه دي، انا مش عايزاها تربط بالسرعه الجامده دي قوي كده، لا عايزه اقلب فيه شويه. طيب الملح، انتوا فاكرين الملح بيربط؟ لا، الملح عندي معلقه هرميه. شفتوا مسك في قد ايه؟ 3 دقايق. نهار ابيض، في دقيقه واحده ما كملناش وانا بتكلم معاكم وما قلبتش وما عملتش حاجه لسه. لا انا مش عايزاه يربط قوي كده. واللي فاكر الملح بيربط، بالعكس الملح ممكن يعني يغيب شويه على ما يربط، يغيب شويه على ما يربط المكونات. تمام. انا جايبه جنب المضرب الكهربائي ده، مش ده شكله مش محتاج، وانا مش عايزاه يربط بسرعه كده. معلقه صغيره من الخل، ما حطيتش كتير، اللي حابب الخل كبير مش مشكله. ده ليه بقى الخل ده اولا منضف، ثانيا لو استخدمتيه بعد ما ينشف مباشره مش هيأذي ايديكي، هيبقى مش مضر جامد، هيهدي البطاطس شويه. يا جماعه اللي مش عارفه الصودا الكاويه دي ايه، او البطاطس ده ايه، او القشار ده ايه، تخش على جوجل وتشوف اسم الحاجه دي ايه عندها في بلدها لو حابه تعمل الطريقه دي. شايفين اهو اللون غير تماما. جبت حوالي مج كمان، على كوبايه كمان من ميه الليمون والبرتقال، عشان برضو تبقى بريحه بقوه الليمون والبرتقال، بقوه الفواكه اهي.
عشان لقيت المكونات مسكت في دقيقه واحده، فانا مش عايزها تمسك بالسرعه دي. خلي بالكم الليمون والبرتقال اللي عاملاه ده اللي هو القشور وجزء من الليمون، يعني قصدي كام ليمونه برده كانت مستويه معاهم زي ما قلت لكم. الموضوع سهل وبسيط جدا، يعني قصدي خليتها استلقت لدرجه لو مسكت القشره تقطع في ايديكي، اتسلقت كويس جدا. وممكن القشور دي اخدها للدواجن او للمنظفات زي ما شفت في المطبخ، مش النظافات في المطبخ انا بقشر الفواكه. ده صابون مواعين بريل بقى، صابون مواعين تقيل، نوع يكون نظيف، جايباه من عند حد واثقه فيه، واثقه في حاجته ومنتجه. انا حطيت كوبايه. خلي بالكوا السكر اللي زودته ده لو ما عندكيش غير كوبايه خلاص كفايه. انا حطيت كده كوبايتين اهمت، اللي حابه تحط كوبايه واحده براحتها. رغوه بقى السكر وصابون المواعين ده رغوه عاليه مفيش منه. قشور الفواكه يعني زي ما قلت لكم بالظبط. شوفوا اهو كده خلاص بقى ايه الصابون سيبه شويه. طيب انا معايا مكون بقى حوالي ربع معلقه او نص معلقه من البيكربوناتو او كربوناتو صوديوم بتاع الطعميه. ده المكون ده اولا لو لون الصابون احمر هيخليه لك ابيض مغير اللون، ثانيا ممكن يربط معاك لو حابه تربطي بسرعه. طيب انا هحط مكون محدش متعود يحطه. خلي بالكم الماء لسه سخنه برضو، لا دافيه مش سخنه قوي يعني. اللي حابه تحط برسيل جل كوبايه ولا كوبايه ونص براحتها. القواعد بالنسبه لنا اللي هي كوبايه العصير الليمون في الاول، بعد كده لقيتيه تقيل ومسك معاكي وربط معاكي بسرعه يبقى زي ما قلنا كده ايه بلاش الكهربائي. انا بقى استخدمت الكهربائي اللي انا حطيت حوالي كوبايه الا ربع من الدقيق ما كنتش محتاجاها، ومعلقتين من النشا، ومعلقتين النشا دول دوبتهم في شويه ميه ليمون. خلي بالكم لو الدقيق والنشا النشا ده هينعم الصابونه مش اكتر، ما بيعملش حاجه غير ينعم الصابونه، واي حاجه بتغسلها هيفتحها لك. تمام. اللي مش حباهم براحتها. وكان ممكن استغنى عن الدقيق وعن النشا، بس انا لما ضفت حطيت الصابون السائل وصابون تقيل جدا وبستخدمه على طول، فكلي التركيبه بعد ما قفلت التصوير لدرجه كنت بقول ده هيبوظ. وانتوا شفتوا في الاول كان عامل ازاي قبل ما غير ما احط اي حاجه غير بوتاص وشويه السكر وشويه الملح، كان ماسك ازاي مفيش غير كده والزيت بس. المهم وهم اصلهم علوا في الخامات، بيقولوا احنا علينا في الخامات وغليناه وحوار. المهم يعني الصابون السائل يعني اللي حابب يستخدم بريل فيري برسيل جل شغال، اللي حابب تستخدم الحاجات دي 100 100. تمام. عشان كده انا قلت استخدم الكهرباء شويه. انا جبت الحاجات وطلعت بره هنا. خلي بالكم انا السجان اللي بستخدمها اللي هي بتاعت الصابون دي خلاص سجان يعني عدى عليها الدهر زي ما بيقولوا باظت للاسف. الحامل كل شويه نازل. باظت ازاي؟ انا طلعت لكم بره عشان بس النور قطع، رجعوا يقطعوا النور تاني ساعتين تاني، ربنا يرحمنا برحمته. ساعات يرقوا في محلنا ويقطعوه ساعه وساعات ساعتين. ساعه العيد ما خلص خلاص ورمضان ابتدوا العوائد القديمه زي ما انتم شايفين. انا ضربت بس حوالي 5 دقايق بالمضرب كهربائي علشان بس انا اعمل الحاجه اللي حطيتها مش اكتر، وعشان اللي مش قادره تقلب بايديها زي احنا بنعمل تقدر تستخدم اي جهاز كهربائي عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم احنا الجو دلوقتي حر بالنهار، بس بالليل بتيجي تبرد، واحنا معتمدين بقى على بالليل، ده اللي ما عندهاش تكييف. عشان كده بقول لكم الحقوا اعملوها قبل الدنيا ما تحرر جامد ان شاء الله. واللي عندها تكييف تطمئن صيف شتاء هتعمله عادي لان الجو بيبقى بارد عندها. انا حطيت شويه ميه في القعر حاجه بسيطه كده حوالي معلقتين. عشان الكيس بس يمسك. الكاس دي قصدي السجان دي بايظه
عارفين الزنج سكان الزنج اللي هي 30 في 40 دي او الاصغر على حسب او الاكبر، ما لهاش عمر، هي بقى لها سنين عندي برضو، خلي بالكم مش من النهارده. سويه بقى بالطريقه اللي تحبيها. اللي عندها قوالب تصب فيها، اللي حابه تعمله عادي زي اي حد ما بيعمل صابون مثلا مطلعه اوردر لجارتك ولا ليكي، خلاص مش مشكله، مش لازم الشكل يعني ايه، القوالب اللي تحبوه اعملوه. الفرق في الصابون ده زي ما قلت لكم، اللي بتعمله اخضر، اللي بتعمله بامبا، اللي بتعمله احمر، اللي بتحط عليه مش عارفه ايه صبغه وتقول لك ده احنا حولته كده صابونه الشعر، صابونه زي الصبغه الجباره، واللي تقول لك ده للبشره، حاجات تانية بنضيفه، حاجات تانية بس، واللي بريحه، واللي الشعر مكان الشامبو، واللي فيه منه حاجات كتير قوي قوي موسوعه. الصابون ده زي المعجنات بالظبط، يعني صابون الحتت ده وصابون المواعين اللي هو السائل، وخصوصا صابون الحتت زي يعني حاجه كده بحر واسع. سيبوه ينشف براحته كده بالنهار، لو الدنيا حر ممكن نحطه في الشقه من جوه عادي، يعني بيبقى محتفظه بالرطوبه شويه. بالليل في البلكونه، ليه؟ على حسب الجو نفسه، المكان الساقع حطوا فيه الصابون، تمام؟ عموما برضه حاولوا تستنوا على اختبار دي ميه. انا برضه ما اديتوش فرصه للدرجه يعني ان هو ينشف للدرجه، هرجع احطه ينشف تاني. شايفين الاول؟ شايفين رغوته؟ بس انا حطيت حوالي كوبايتين، انا حطيت كوبايتين من البريل او من الصابون اللي هو السائل. انتوا بالنسبه للريت للصابون، قصدي الريت للزيت، حطوا كوبايه من الصابون السائل او من البريل او من الفيري كفايه. شايفين رغوته الاخرى؟ عشان انا حاطه كوبايتين. شايفين الرغوه؟ لسه انا ببتدي ارغي على الليفه زي ما انتم شايفين، والله ميه من الحنفيه. وقعدت اغسل في الليفه كمان عشان ما نقولش ده صابون سائل فيها وهي اللي هو اللي عمل كده والكلام ده، خالص خالص. اهو بغض النظر، اهو مسحت ايدي خالص اهي، ومسكت حته من الصابون. شايفين الرغوه؟ واصلكم؟ شايفين الرغوه جميله ازاي؟ اللي حابه تعزز رغوتها وعايزه تحط او يبقى فيه نعومه مفيش خطر على ايديها، يبقى معلقه جريسلين او معلقتين. هننضف الرخامه بيها، هنختبره في الرخامه الرغوه بس دي. نضف لك الرخامه، نضف لك بوتاجاز، مواعين، هدوم، ملابس، ترجعي تعيدي تدويره وتعملي منظفات بيه 100 بجد تحفه. بشويه زيت مستعمل تطلعي الروائع بجد. مش عايزه منكم غير لايك وشير وكومنت جميل والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، والايه والدعوه الحلوه كده، تقولوا تسلم ايديكي. بقول لكم على كل تكاته وتفاصيله. وعلى فكره ممكن اعمله بعد كده بالميه المغليه عشان تعملي ان صابون الحتت ناجح. تقدري تحطي البطاطس ما يبقاش بارد قوي، ما تستنيش لما يبرد يتلج، تقدري تحطيه تركني البطاطس 3-4 دقايق بس وهو كده لسه اكتر من الدفيان، يعني سخن كده. لو اشتغلت بيه هو سخن بس ما يبقاش سخن جامد، يعني هتطلعي من تحت ايديكي احلى صابون صلب.